السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنحط الرحال بالمغرب. جاء إعلان التوصل إلى اكتشاف الغاز بالمغرب في يناير 2022، حيث أعلنت شركة شاريوت البريطانية التوصل إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في بئر حقل أنشوا، وهو يقع قبالة سواحل مدينة العرائش شمال المغرب. فقد تم اكتشاف هذا البئر بعد عمليات حفر على عمق 2512 ألف متر. وتوضح بيانات شاريوت أن إجمالي كمية الغاز القابلة للاستخراج في حقل أنشوا يصل إلى 1.4 تريليون قدم مكعبة، ويتوقع المغرب بدء الإنتاج خلال سنة 2024 على أن يغطي جزء من احتياجات البلاد لتوليد الكهرباء. وفي مطلع العام الجاري كذلك توصلت شركة بريد تور أويل أند الغاز البريطانية إلى كميات غاز جد مهمة بل ضخمة، وذلك في حقل قرسيف بشمال الشرقي للبلاد. وتقديرات الشركة للكمية المكتشفة تصل إلى 393 مليار قدم مكعبة. أما بالنسبة لشمال المغرب فقد أعلنت شركة SDX البريطانية التوصل إلى اكتشافين للغاز في شمال المغرب، ليفتح الباب أمام احتياطي ضخم تتجاوز قيمته إلى 0.44 مليار قدم مكعبة. أما بحوض الصويرة فيقع حقل مسكالة الذي وصف بأنه أهم اكتشافات الغاز في المغرب حتى الآن، وحفر نحو 11 بئر عثر فيه على غاز مصحوب بالمكثفات، وينتج حقل مسكالة على نحو 30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و3500 طن من المكثفات. بطبيعة الحال بهذه الاكتشافات الضخمة للغاز الطبيعي، والذي بطبيعة الحال سيكون له أثر على اقتصاد المغرب، وكذلك على لا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاجتماعية ولا حتى من الناحية السياسية. نتمنى الازدهار والتوفيق لكل العاملين على هذا المجال. دمتم في رعاية الله. لا تنسونا من الاشتراك في القناة ودعمها، إشراك هذا الموضوع حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.